عيد الأضحى المبارك أيام فضيلة وشهر فضيل، أيام بركة وتسامح بين الأخوة والأهل والأقارب، فكيف لشيطان يختبئ بعباءة الإسلام أن يصدر الفتاوى القاتلة إلى السوريين في إحدى قنوات الفتنة خلال عيد الأضحى المبارك لتكون بديلا عن فريضة الحج؟ المبلغ الذي رصدته لحجك أعطه لإخوانك في سوريا، هم أشد ما يكونون حاجة إلى المال وإلى السلاح، فعاونهم بهذا المال ردا لفتواه، فتوى الدم، فتوى الكذب، فتوى الخيانة، فتوى نصرة الغرب. القرضاوي بيقول إنه من أراد أن يحج حج تطوع فأن ينفق ماله، هو بيقول، في دعم الثورة السورية خير له. طبعا هما بيقول لكم ادعموا الثورة، يعني بعتوا لها طحين وخبز ولحم وفاكهة وأبا. هو بيقول لكم قواذف، طائرات، قذائف، دبابات، أي شيء. يعني اللي بدل ما نذبح الأضاحي نذبح إخواننا، بتضحوا بالشياء والإبل والبقر، هو بيقول لكم ضحوا ببعضكم بعضا. الإسلام رسالة تدعو للمحبة والتآخي والتسامح. الإسلام دعوة للخير والتلاحم والتعاضد، فكيف لمن يدعي الإسلام ويدعي أنه رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أن يفتي فتاوى تحل القتل والدم السوري؟ من ملك مال حج الفريضة وملكه إن أنفقها في الشام لصلح الشام وبراءة الشام وكف الدم في الشام، فماله في الشام أولى وأوجب من حج الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام في الحج، قال: أي بلد هذا؟ البلد الحرام. أي شهر هذا؟ ذو الحجة. أي يوم هذا؟ الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال ابن عباس بعده: والذي نفس محمد بيده إنها لوصيته إلى أمته جميعا. مؤامرة على المسلمين والمسيحيين، مؤامرة على العرب مجتمعين، مؤامرة على سوريا والسوريين، رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجسدها دول غربية وعربية، أما أدواتها فهم مدعون ومأمورون. أجلكم الله في قائد الحلف الأمريكي في أفغانستان، أجلكم الله، للتعرفة ليس إلا اسمه باتريوس. هذا يعني رأس حرب مجرب عندهم، أخذوه من أفغانستان، الآن يدير الحرب على تخوم الشام. طبعا عليه التوجيه الحربي وعلى يوسف القرضاوي الفتاوى والتوجيه الخياني في هذه الكذب. واضح؟ فقال له: إن من ملك، فبدل أن يضحي المؤمنون بالسنة المباركة فيذبحوا يعني بهذا التطوع المبارك، جعلهم يذبحون بعضهم بعضا ويقتلون بعضهم بعضا. السوريون كأشجار السنديان، أصلب من فتاوى الدم. السوريون كالقلعة الشامخة، لا تنحني لمتآمرين ومدعين. السوريون كالشمس الساطعة، ترسل خيوط الحب والألفة والوئام إلى كل ذرة من تراب الوطن. عيد مبارك لسوريا والسوريين.